اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة موسم شعبان. طبعا زي ما انتم عارفين نص شعبان فيها صيام، فحبينا ان احنا نعمل حاجة يعني للناس الغلابة اللي مش بتقدر تعمل اي حاجة. حبينا ان احنا نفطرهم بحاجة بسيطة، ويا رب دايما نكون معاكم في الخير كده يا رب دايما. وتشجعونا انتوا كمان باللايك والشير والسبسكرايب، عشان ده كمان ده اللي بيخلينا نعمل الفيديوهات بتاعتنا الجميلة ديت، فيديوهات الخير دايما. ويا رب يا رب يا رب كتير كمان ان ربنا يسعدنا اكتر واكتر، ونقدر ان احنا نعمل ونساعد الناس بلقمة بسيطة على الاقل، يعني بتفرحهم والله. طبعا زي ما انتوا شايفين طماطم قدامكم فريش، كل حاجة فريش والله. صلصة اكيد انتوا عارفين، بصل وتوم، وحطينا الطماطم وهنحط التوابل. والطماطم قدامكم حمرا وفريش وما شاء الله عليها، ما فيش حبايه خضرة كده ولا كده، لا طماطم حمرا عشان احنا عايزين الصلصه بتاعتنا تكون حمرا وحلوه. طبعا كل سنه وانتم طيبين برضو بمناسبه رمضان. كل سنه وحبايب قلبي كلهم بخير وسعاده يا رب، والايام تعود عليكم بخير. ويا رب اللي نفسها في اي حاجه ربنا ينولها لها. ويا رب يعني كل حاجه خير ربنا يقدمها لنا ان شاء الله يا رب. زي ما انتم شايفين طبعا دي الخلطة بتاعة اللحمة، بصل وبصل وفلفل وطماطم. عملنا اول حاجة البصل شوحناه ونزلنا عليه بالفلفل، وبعد كده نزلنا عليه بالطماطم وسيبناهم ان هما يتعصجوا. زي ما انتم شايفين دي الصلصة اللي احنا عملناها. احنا كل حاجة بنعملها الكلام ده كنا عاملينه بالليل عشان نصحى تاني يوم الصبح، كده كده الجو ساعة اصلا فالحاجة مش هتبوظ. فنصحى تاني يوم الصبح نلاقي الحاجة دي جاهزة على طول، نحط اللوبيا ونعمل الرز بس. طبعا اللوبيا زي ما انتوا قدامكم اهوت. معلش بقى الفوطه وقعت عشان الطبق كان سخن. اللوبيا زي ما انتوا شايفينها اهيت. بصوا احنا عاملينها نص سوا، بحيث ان هي تقعد في الميه كمان، تاخد السوا بتاعها كامل. ومفلفله قدامكم، مش اللي هي معجنه ولا حاجه، كويسه جدا. طبعا اللحمه زي ما انتوا شايفين ماما شوحتها طبعا ببصل وتوابل وورق لورا والحبهان وفلفل اسود، الحاجات بتاعتها المنكهات بتاعتها اللي انت كل واحده ست بيت بتحب تحط المنكهات بتاعتها. طبعا زي ما انتوا شايفين اللحمه ما شاء الله طازه وفريش، وشايفين الختم بتاعها يعني ما شاء الله عليها. طبعا بنسخن ميه سخنه عشان خاطر تغلي معانا على طول، مش اللي هو لسه نستنى نحط ميه ساقعه وكلام من ده. اكيد انتوا فاهمين. بصوا بقى احنا سايبين اللحمه قطع كبيره عشان ماما تقطعها زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، وتبدا تحط عليها الخلطه بتاعتها، ونبدا ان احنا ندخلها في الفرن السجاد. طبعا اكيد ده الصبح بقى، وشوفوا الصبح ليه نهار وعينين، والجو بقى حلو كده بالنهار قوي. زي ما انتوا شايفين ده فرن كبير بيشيل ما شاء الله. طبعا كل حاجه دي بتاعت الخير، يعني الناس بتجيب الخير واحنا والله برضو بنعمل خير، بنساعدهم وبنعمل اللي ربنا يقدرنا عليه. بنعمل من بالليل ونصحى تاني يوم الصبح، فبنعمل ربنا يقدرنا عليه. طبعا الرز اكيد كل واحده عارفه الرز، واحنا طبخنا معاكم الرز كتير. ادي الرز وادي اللوبيا، وادي برضو شوف كام حلة رز. وما شاء الله كله واقف بيساعد، محدش مش بيساعد. يعني بابا بيساعد، ماما بتساعد، اخواتي البنات كلهم بيساعدوا، كلنا بنساعد، لان ده خير فخير فيلا، ايد على ايد بتساعد زي ما بيقولوا. زي ما انتوا شايفين كده اهوت بدأنا ان احنا نعبي، وفي بلح اهو شايفين البلح. كل حاجة حطيناها لان ده صيام، فلازم ان احنا يعني نكرم، يعني نكرمهم كده عشان يدعوا لنا دعوة كويسة. يدعوا لنا حاجة كويسة ان احنا ربنا ان احنا يقدرنا ونعمل حاجة تاني اكتر من كده. زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى منكم بقى ان الفيديو يكون عجبكم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، عشان بجد بنفرح بحاجات كتيرة قوي. زي ما حضراتكم شايفين بدأنا احنا نحط 3 بلحات على السنة، وزي ما انتم شايفين الوجبة بتاعتنا. وما شاء الله هو يعني وجبات، عملنا وجبات كتيرة، يعني على قد ما ربنا قدرنا عملنا وجبات. طبعا بقى نشكر بقى ست الكل عشان هي اللي عامله الاكل ده كله، ونشكرها بقى بكلمه حلوه. اتمنى منكم بقى تعملوا لنا كلمه حلوه في التعليقات، عشان بجد كلامكم ولايكاتكم وكل حاجه بتساعدنا في حياتنا والله العظيم، وبتخلينا ان احنا كمان نتشجع ان احنا نعمل حاجه تاني اكتر.